السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وحبيبي رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. شفتوا الغدا الجميل ده؟ تعالوا بقى نشوف الرز الجميل ده احنا عملناه ازاي، والغدا الحلو ده احنا عملناه ازاي. ما خدش مننا وقت واتعمل، ما كملناش ساعة والله يا جماعة. وقفتنا في المطبخ وجهزنا الغدا الحلو ده وعملناه. نسمع بالله كده ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف بقى الرز بتاعنا الجميل ده عملناه ازاي. جبت طبعا بصلة شوحتها كويس جدا، اهم حاجة البصلة نشوحها. دي طبعا اختياري مش اجباري يا جماعة، بس انا حبيت الوح البسلة بالبصلة زي ما انا بحب اعملها. حطيت ليمونة مجففة طبعا، حطيت ورقة لوري، حطيت بقى شوية بابريكا، حسب رغبتكم انتوا برضو. يعني اللي عنده بابريكا يحطها، اللي عنده خلطة الكبسة يحطها، مثلا بهارات الكبسة. اللي عنده كركم ده حسب رغبتكم انتم، اللي متوفر عندكم يا جماعة. المهم بقى البهارات بتاعتي مع البسلة كده لوحتها كويس جدا فيها. اهم حاجة تشوحها كويس جدا. حطيت بقى مرق الدجاج، كانت عندي مرق الدجاج نص مرقة، محطتش مرقة كاملة يا جماعة. حطيت بقى شوية بهارات، شوية كمون، شوية كزبرة، شوية فلفل اسمر، دي للبسلة بس. انا محطتش للرز اكتر من خلطة الكبسة بس وخلاص، لان انا بحب استعملها على طول. بتديني طعم حلو اوي للرز. مش شرط ان هي للكبسة بس والله، بس هي بتديني طعم حلو اوي للرز يا جماعة، عن الكركم والكاري والكلام ده كله. المهم بقى ضفت البهارات بتاعتي وسبتها تلوحت شوية حلوين كده. بعد ما هي اتلوحت بالطريقة ديت وخلاص دبلت معايا شوية، هي كده كده بتستوي في الرز. بشرت طبعا عليها بشرة جوز الطيب، انا اهم حاجة عندي بشرة جوز الطيب برضو، يعني بتديني طعم ونكهة حلوة اوي للاكل بتاعي، بالذات البسلة بتحب البهارات كتير على فكرة يا جماعة والله. ضفت بقى الرز بتاعي. كان عندك لو انت مثلا عاملة كوبايتين رز، كوباية ونص، حسب الكمية اللي عندك بقى بتضيفي لها المية بتاعتها. انا ضفت طبعا كوباية ونص مية على قد كوباية ونص الرز بتوعي. دي بهارات الكبسة بتاعتي، ضفتها على الرز وهقلبها بالطريقة ديت. المهم تتشارب مع بعضها كده خالص كويس جدا. بعد من كده بقى هضيف المية بتاعتي وهيسيبه يستوي مع نفسه بقى، واتفرجوا على الجمال بعد من كده. عايزة اقول لكم ان كان طعمه حلو قوي، وكانت ريحته طالعة جميلة، وكانت فكرة حلوة قوي ان انت تعملي الرز بالبسلة دي جميلة جدا والله يا جماعة. ولادك بيحبوها، اللي ما بيحبوش البسلة بيحبوها وبياكلوها وما بيحسوش بطعم البسلة خالص، وهيحبوا الفكرة ديت، يعني هيحبوا الفكرة بتاعتنا. جبت بقى حلة صغيرة حطيتها على النار، ضفت معلقة زيت حلوة كده. جبت الكبدة بتاعتي، دي كانت كبدة فراخ يا جماعة مش كبدة من التانية. ضفت بقى الكبدة بتاعتي تتشوح الأول. أنا بحب أشوح الكبدة بتاعتي الأول يا جماعة، تنزل بقى ميتها وتنزل أي حاجة فيها. بعد ما اتشوحت كويس جدا ضفت عليها البهارات بتاعتها. بعد من كده ضفت عليها البصلة. بعد من كده ضفت الفلفل. يعني انا معاكم واحدة واحدة اهوت. هي دي طريقة الكبدة اللي انا بحب اعملها بيها، هي لها طرق كتير بس انا بحبها بالطريقة ديت، بتبقى حلوة قوي، لان طبعا بتنشف معاكي قبل ما بتضيفي البصلة وبتضيفي اي حاجة. اي كبدة تلوحيها الاول هتنشف معاكي وبتبقى حلوة. شفتوا بقى الجمال، نشفت معايا بقى ونزلت ميتها وخلاص وبقت تمام كده. ضفت البصلة بتاعتي، كده كده البصلة بتستوي معاها وبتدبل معاها وبتبقى حلوة. عندك بقى بصلتين تلاتة، حطي الكمية اللي انت حباها. الكبدة يا جماعة بتحب البصل كتير وبتحب وبتحب معلش في الكلمة بتحب الفلفل كتير. انا كان عندي قرن فلفل واحد بس حطيته، وطبعا كان عندي فلفل احمر حطيت نصه برضو، ما حطيتش فلفل احمر كتير. هي طبعا بتحب الفلفل، بس طبعا اللي كان متوفر عندي القرن ده بس وحطيته. مكانش عندي اصلا الكمية كتير ولا حاجة. معلش للصوت يا جماعة. ضفت بقى البهارات دي بهارات كبدة،
دي كانت عندي بهارات كبدة ضفتها عليها، كانت معطياني الطعم الجميل والريحة الحلوة، وكانت ريحتها طالعة. بس طبعا انا قبل ما اضيف على الكبدة البصلة والفلفل والحاجات دي كلها، انا كنت حطيت عليها شوية فلفل اسمر وشوية كمون بس عشان خاطر ريحة الزفارة. ضفت بقى الملح بتاعي الكمية اللي انتوا طبعا بتحبوها، حابينها بقى حراقة، حابينها حادقة، حابينها عدبة، حسب رغبتكم انتوا في الملح طبعا. هسيبها بقى مع نفسها كده على نار هادية تستوي. عبال ما الكبدة تستوي والرز يستوي، نعمل بقى طبق السلطة المشكل الجميل بتاعنا ده. انا جبت طبعا طماطم خرطتها شرايح زي ما انتوا شايفين. انا ما حبيتش ان انا اعملها سلطة، انا حبيت اعملها لهم شرايح كده. اللي قدامكم في الطبق دي خلطة يا جماعة، انا عملتها وانا واقفة. بس للأسف انا كنت مفكرة ان انا فاتحة الكاميرا ونسيت خالص. جبت فصين توم، شوية كزبرة، ومش كزبرة ناشفة يا جماعة، لا كزبرة خضرة يعني شبت وكزبرة، وشوية كمون وشوية كزبرة وشوية ملح، وجبت قرن فلفل وجزراية. ولو حابة بقى تحطي فلفل حراق حطي، مش حابة خلاص. هي دي الخلطة بتاعتي، واهم حاجة فيها التوم طبعا وشوية خل فيها، ولو عندك ليمون حطي. هي دي كانت ريحتها خطيرة اوي اوي يا جماعة، وكان طعمها حلو اوي، كانت حراقة كده سبايسي كده، كانت حلوة اوي. ضفت بقى على الخيار، عايزة اقولكم ان هي حدقت الخيار اصلا، يعني انت تسيبيه نص ساعة او ربع ساعة بتتحدق معاكي، وكانت ريحتها طالعة خطيرة ومخليه السلطة بتاعتي جميلة جدا وريحتها كانت حلوة. كانت هي بالشكل بتاعنا الجميل ده. ده كان الطبق السلطة بتاعي، كان حلو قوي وكان طعمه جميل قوي مع الوصفة بتاعتنا. تعالوا بقى نرجع للرز بتاعنا تشوفوه، ما شاء الله. مفلفل كده وجميل وحلو، وطبعا ريحته كانت خطيرة جدا. فهو ده بقى كانت الطريقة بتاعته. انا طبعا شلت الليمونة المجففة خالص، ما خلاص ما عادش عايزة. ده كان الرز بتاعي، شفتوا الجمال، ريحته كانت خطيرة خطيرة والله يا جماعة. جربوها هتعجبكم الطريقة وهتعجب اولادكم قوي، اللي طبعا ما بيحبوش الرز البسلة خالص هتعجبهم الطريقة ديت. كان ده بقى الغدا بتاعي النهاردة. ايه رأيكم بقى في الغدا بتاعنا؟ قولولي ايه رأيكم. طبعا قطعت بصلة كده شرايح برضو وحدقتها، كانت حلوة طبعا على الوصفة بتاعتنا والأكلة بتاعتنا الجميلة ديت. شفتوا الجمال. ده كان طبق الكبدة بتاعي، ما شاء الله كان مستوي وحلو. حبيت اوريكم ان الرز مفلفل خالص وجميل، والبسلة بتاعته جميلة جدا. وده الكبدة بتاعتي انا عشان ماسكة التليفون هي مستوية خالص يا جماعة اهيت، بس انا حبيت اوريها لكم فمعرفتش ان انا امسكها بايدي الاتنين. كانت مستوية خالص، كان طعمها جميل جدا وكانت طعمها حلوة. انتوا كمان تشجعوا زي حالاتي واعملوا الغدا الجميل ده، هيعجبكم قوي وهيعجب ولادكم. افكار جديدة وطريقة جديدة. دي كانت طبعا الطماطم بتاعتي اللي انا عملتها معاكم في الفيديو اللي فات، حبيت اوريها لكم بعد ما تسود. كان ده الشكل بتاعها بعد ما تسود خالص، وبقت حلوة خالص، بقت تقيلة معايا هي كده بقت صلصة خلاص. وده بقى الشكل بتاعها، ودي بقى انا عبيتها في الاكياس على قد الطبيخ. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.